السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة أبناء شعبي الأعزاء، في ظاهرة عند السودانيين، هي عند العالم كله طبعا، لكن عند السودانيين ظاهرة بكثرة شديدة جدا جدا، ألا وهي ظاهرة الحسد والحقد. الحسد طبعا عند البشرية كله، لكن عندنا نحن زايد. وأنا زمان كنت برفض الحقيقة دي والله، أو برفض أن أنسبها إلى السودانيين، أو برفض إنه أقول إنه الحسد عند السودانيين أكثر من غيره، إلى أن سمعت لقاء ذكر فيه البروفيسور عبد الله الطيب معلومة غريبة جدا أنا كنت أرفضها بشدة. ظلت الأيام كل يوم تثبت لي المعلومة دي رغم رفضي لها إنها معلومة دي حقيقية، وهو إنه الدكتور عبد الله الطيب ذكر إنه كان في حوالي أكثر من 80 قبيلة بين العرب مشتهرة شهرة شديدة جدا بالحسد والبغضاء، بالحسد بالذات. قال في القبائل دي فيها 88 قبيلة نزحت وهاجرت وعاشت في السودان. 88 قبيلة من 100 قبيلة يعني نزحت وعاشت واستقرت في السودان، وهذا ما يفسر نسبة الحسد العالية جدا عند كثير جدا، لا أعمم، من السودانيين، ومحاولات إنه أي شخص ناجح يحاول أن يضرب من قدميه حتى يقع. أي زول ناجح في المجتمع يحارب حرب عجيبة جدا من الأقربين أكثر من الأبعدين، ويحارب بكل الأسلحة وبكل الطرق وبكل الوسائل، ما يرتاح لحد ما هذا الشخص يهدم وينكسر. وفي المقابل كل التافهين والسافلين والساقطين في المجتمع تفتح لهم الطرقات والدروب كي يمروا ويعبروا وسط التصفيق والترحيب والتهليل والتكبير والطرب والنشوة. وكل الناس اللي عاوزة تخطو خطوات ناجحة ومتقدمة وتفيد المجتمع وتفيد نفسها تجد أنها تحارب حرب ضروس، وتضع كل الأشواك والعقبات في طريقها. والله جد. ومن ذلك شوف الظواهر التافهة ظهرت في مجتمعنا، مجتمع الميديا بالذات، الظواهر التافهة الحقيرة، كيف وجد الجمهور غريب وعجيب، وكيف وجدت أعداد مهولة من البشر. وبالمقابل شوف الناس اللي عندهم محتوى وعندهم مشروع أخلاقي أو غيمي أو مشروع يفيد المجتمع أو ناس ناجحين، شوف كيف يحاربوا من كل اتجاه. فالحسد ده عجيب والله، لأنه الحسد يدمر المجتمعات ويدمر الطاقة الإيجابية تدمير ما عادي، ويشجع على نمو التافهين والسفلة، ويخلي الناجحين والمجتهدين يروحوا في المجتمع ساي. ودي ظاهرة عجيبة جدا.